السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا كويسين ويا رب تكونوا دايما في طاعة الله يا رب العالمين. يا رب كل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها ان هي تبقى عادة في حياتنا ان انتوا تبقوا لسه ملتزمين بيها. طبعا انا لسه القناة جديدة، فانا عارفة ان ممكن ناس كتير ما تبقاش سمعتني قبل كده او شافتني قبل كده، بس انا ربنا يغفر يا رب لكل اللي في من يدخل في قناتي او يسمع فيديوهاتي او اي حد حتى ما سمعش قناتي، ربنا يغفر للمسلمين كلهم يا رب، الاحياء منهم والاموات. يلا بقى نستعد لرمضان يا حلوين. انا هنا جايه عشان اقول لكم يلا نستعد لرمضان بحاجه واحده، حاجه واحده. قاعد 10 ايام او 9 ايام بالظبط، قاعد 9 ايام. تمام. في حاجة واحدة بس أنا محتاجة إن انتوا تعملوها ال9 أيام دول، بس تعملوها باستمرار. إيه هي الحاجة؟ الاستغفار. استغفروا يا بنات، استغفر. إحنا كلنا ذنوب وكلنا معاصي، وإحنا في أشد الحاجة لله إن يغفر لنا ذنوبنا قبل ما ندخل رمضان. عارفين الستات والبنات والرجالة والكله اللي يجي يدخل رمضان ويقول لك أنا حاسس بفطور من أول الأسبوع، ويحس ان العبادة ثقيلة كده على نفسه وقايم بيصلي بالعافية ومش قادر، ويتسحر والشيطان هيعلن ان هو عايز ينام وانا صاحي من الصبح وبقرا وخلاص بقى قريت الصبح كتير فمش لازم اقرا بالليل، او مثلا اعديها النهارده ما انا امبارح قريت. الكلام كله اللي احنا بنسمعه في رمضان ده عارفين سببه ايه؟ سببه معصية، سببه ان قلبك لسه منضفش، قلبك لسه مبقاش ابيض. القلب بيبقى عليه ران اللي هو اللي هو زي ايه يعني عزكم الله، اللي هي زي اتساخ كده، زي طبقة كده بتمنع بينك وبين الصلاة، بينك وبين الفعل الخير، بينك وبين الصوم. حاجة كده بتخلي اللي هو لا مفيش طاعة، مش الطاعة مش جاية تدب في قلبك كده. تمام. فمش هقولك اختمي القرآن، ومش هقولك عودي نفسك، ما احنا لازم نتهيئ. اصلك هتدخلي كده على طول؟ هتدخلي كده على طول؟ لا. طب ما انت لو قادره تدخلي كده على طول ما تتوقعيش بالله اي حد يقول اصل فاضل اسبوع على رمضان فانا هستنى الاسبوع ده عشان لما يجي الاسبوع ده انا مفيش زيي، انا هدخل اهد الدنيا، انا بقى بالليل قيام وقرآن، الصلاة الصبح قيام وصلاة وقراية قرآن واذكار وي وي وي. مفيش حد بيدخل كده. الصحابة كانوا بيتأهلوا لرمضان من قبلها ب6 شهور، ولو كان الانسان ينفع يدخل كده ما كانش ربنا جعل لنا رجب ننبت البذرة، شعبان نزق الزرعة، رمضان نحصد المحصول. يعني لو ينفع، هو ربنا اللي خلقنا وربنا عارفنا، احنا لو ننفع الانسان يدخل كده مرة واحدة ويستمر بنفس الهمة كانش ربنا جعل لنا تهيئة. فالصحابة كانوا الصحابة كانوا بيتهيئوا قبل رمضان ب6 شهور، القرآن بقى والتقرب لله والحاجات دي. طيب احنا ملحقناش ومش قادرين. تمام. الاسبوع ده انا طالبة منك حاجة، خلي ورد في حياتك في يومك 1000 مرة استغفر الله، بس قولي بقلبك. ما تبصي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا، قولي بقلبك استغفر الله من كل ذنب ذنبته، استغفر الله ليدي من كل حاجة حرام مسكتها، استغفر الله من عيني لكل حاجة حرام شافتها، استغفر الله من قلبي لكل إحساس شهوة حس بيها حرام. امسكي عضو في جسمك، اي حاجة شفتيها، اي صلاة نمتي عنها، اي يعني بصي يعني خلي جلسة الذكر دي ربع ساعة، اقعديها كده مع نفسك واستغفري بقلبك 1000 يا بنات، 1000. والله ان قلت 300 الصبح 300 الظهر 300 اللي قوليهم يا ستي. بصوا ما تاخديش عدد وانتي في المطبخ بتطبخي، وانتي بتغسلي مواعينك، وانتي بتكنسي بيتك.
استغفري، انا عايزه الاسبوع ده استغفار، بس استغفار استغفار استغفار، عشان لما تدخلي رمضان تدخلي بقلب ابيض، تدخلي بقلب سليم. عارفين الاستغفار ده حاجه مهمه خالص. انا والله يعني انا عرفت، يعني انا لسه عارفه والله، يعني من قريب مش من بعيد، ان احنا ممكن نقيم الليل بالاستغفار واحنا نايمين تحت البطانيه. والمستغفرين بالاسحار، يعني المستغفرين يعني انت مش قادره تقوم تصلي في يوم الليل، طبعا دي حاجه عظيمه بتفوتنا يعني، بس يعني ننقذ ما يمكن انقاذه. ان احنا ايه، استغفر. طب ربنا ما قالناش صلوا على النبي وليحتسب لنا القيام لله؟ لا، استغفري استغفري. كل حاجه متقاله في الدين ليها وضع، ليها لازمتها، ليها الحاجه اللي عايزاها. ربنا قال استغفروا بالاسحار. استغفري استغفري، كلنا ذنوب، استغفري، محدش خالي. استغفري عن 30 سنة عدت من عمرك، استغفري عن 10 سنين انت عملتي كذا، استغفري عشان ممكن وانت بنوتة كده طايشة قلت لأمك اف، استغفري عشان شديت انت وجوزك فعملتي حاجات، مثلا قلتي كده كلمة ولا اتعصبتي ولا كده، ربنا منعنا من ده. استغفري عشان انت صوتك عالي وانت ماشية في الشارع مثلا غصب عنك، لان ربنا منعنا من ده. استغفري عشان ممكن تكوني غصب عنك نسيتي وخرجتي بالعطر اللي انت حاطاه في البيت فحد شم ريحة العطر بتاعتك. استغفري ان انت ضربتي ابنك قلم على الوش، اصلك دول نعمة وربنا برضو هيحاسبني عليهم، مش معنى ان انت خلفتيهم فهم هباء كده، لا. خلي وردك لغاية رمضان استغفار. والشطر اللي تجيب 1000 والشطر اللي تجيب 2000 اشطر هاتي 10,000. المهم استغفري. الاستغفار ده بيمنع من حاجات كتير. والله اما تفوتني صلاة الفجر، فاتتني في مرة اسبوع ورا بعض، اظبط المنبه وما اقومش، اقول لجوزي لما يصحى للشغل يصحيني عشان اقوم اصلي الفجر وينسى يصحيني. انا فاكره ده من فتره كبيره، من سنين يعني. انا فاكره اني انا ساعتها قعدت يومين الهم راكبني ركب فظيع، لاني تلقائي كده، طب انا ليه مش بصلي الفجر؟ ليه؟ طب انا ما بصحاش ليه؟ طب في ايه؟ ده اكيد ذنب، اكيد ذنب هو اللي منعني. الذنب ده هو اللي منعني، هو اللي منعني من صلاة الفجر، هو اللي منعني ان انا بنسى اقول الاذكار، مع ان انا نايمه وبقول تاني يوم هعمل كذا وكذا وكذا، بس انا بنسى، الشيطان بينسيني. طب من ايه؟ من ذنب، ده من ذنب. فنعمل ايه عشان ندخل على رمضان بقلب سليم؟ حاجه واحده، حاجه واحده بس اللي انا بقولك عليها، استغفري طول ما انت ماشيه في الشارع رايحه مشوار، استغفري بصي وانت بتتوضي عشان رايحه تصلي، وادعي ربنا يتقبل منك. ما تنسيش يا بنات، استغفروا استغفروا استغفروا. بس يا رب اكون فدتكم، ويا رب تكونوا اخدتوا معلومة ولو حتى بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.